ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين، تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين، سنه سعيده علينا كلنا ان شاء الله. هقول لكم النهارده ازاي تقضوا كريسمس في البيت لو انتم مش هتخرجوا او مش هينفع تخرجوا ايا كان السبب يعني. فهوريكم انا هعمل ايه النهارده. اول حاجه يعني في اليوم بتاعي جالي الاوردر اللي انتم شايفينه ده. استنوا بقى في الفيديو اللي جاي هنعمل له انبوكسنج مع بعض، وهقول لكم هو فيه ايه ورايي في المنتجات اللي جات لي وكل الحاجات دي. بس كده. وبعدين استلمت بقى الاوردر، وهنشوف بقى هنبتدي نظبط الديكور بتاع الاوضه، وهحط بقى شجره الكريسماس والحاجات دي كلها. اهم حاجه تزينوا البيت بتاعكم او الاوضه علشان تعملوا كده اجواء للسنه الجديده. بس هي الفكره انه سنه جديده جايه علينا، مش احنا بنحتفل باعياد اي حد يعني خالص. طبعا شايفين ده منظر الاوضه طبعا مكركبه جدا يعني كنت بصور فيديوهات برضو ليكوا قبل كده، فالاوضه كركبت على الاخر. فهنرتب كل الحاجات دي، وبعدين هغير الديكور وهنروق كل الكلام ده، وهوريكم بقى ايه بعد المنظر هيبقى عامل ازاي يعني كركبه في كل حته. ده المنظر لما بكون بصور فيديوهات عشان تبقوا عارفين ورا الكواليس بقى. وهنا بعد ما صورت، بعد ما ظبطت الديكور اقصد، بصوا غيرت بقى الاضاءات والاباجوره اللي هناك دي، انا بحبها جدا. دي معموله من الملح، بتسحب الطاقه السلبيه، حلوه قوي قوي. كمان شكلها بيكون حلو. هوريكم لما اطفي النور هيبقى شكل المكان عامل ازاي في اخر الفيديو. هنا شجره الكريسماس فتحتها بقى وزينتها وحطيت فيها بقى بابا نويل والحاجات دي كلها. هي شجره صغيره كده لو انتوا هتحطوها في الاوضه بتاعتكم. لو هتحطوها في البيت بقى يعني في اي حته في البيت ممكن تجيبوا حاجه اكبر شويه. ده الديكور الجزء التاني الناحيه التانية. ده كان جايلي هديه، الدبدوب ده حسيته لايق كده مع الاجواء وكده. وحطيت الورد ده ورد صناعي كده، بحسه بيدي برضو شكل جميل. وطبعا البتاع بتاع بابا نويل ده شكله حلو جدا، حطيته على جنب السرير كده من فوق. كل الحاجات دي هتشوفوها كمان بقى بشكل اوضح في الفيديوهات في التصوير في الفتره اللي جايه. ودي بحبها جدا جدا جدا. بتعمل موسيقى حلوه قوي، بس انا قافله الصوت وبعمل لكم انا الصوت من عندي وكده علشان كان في طبعا دوشه جنبي عاليه قوي، ما كانش ينفع اطلع الصوت الفيديو الاصلي. بتقعد تلف كده وبتبقى فيها نجوم من جوه، انتوا اكيد عارفينها. بحبها قوي قوي. هي برضو كانت جايلي هديه على فكره، فدايما حطاها على التسريحه كده في الوقت اللي هو بتاع الكريسماس. مش عارفه ممكن بقى اشيلها بعدين ولا ايه. يعني بحط الديكور على حسب الوقت اللي احنا فيه، يعني لو حسيته لايق على الوقت بسيبه. وبعدين هنقعد بقى ناكل شويه ترمس، شويه تسالي. اهم حاجه ان انتوا تجيبوا كده شويه تسالي في راس السنه او في الكريسماس. يعني سوداني، لب، ترمس، حاجات كده تسليكوا وانتوا قاعدين. وبعدين هخلص الترمس ده وهقوم اكمل عشان كنت تعبت جدا. وكمان هاكل، مش عارفه باكل الترمس الاول ليه وبعدين باكل، يعني مش عارفه بعمل حاجات عجيبه طبعا بقى هروح اكل عشان تعبت جدا في الاوضه. هاكل شوربه عدس زي ما انتم شايفين كده. جهزت العيش اللي هو متحمص، ودلوقتي بسخن العدس نفسه. انا بحب اكل شوربه العدس بالطريقه دي. قولوا لي بقى انتوا في التعليقات بتحبوا تاكلوها ازاي. في ناس تحب تاكلها كده كشوربه يعني بالمعلقه لكن انا بحب اكلها بالطريقه دي. بصراحه بحب شوربه العدس جدا، وكلنا في البيت بنحبها قوي. فطول الشتاء بنعملها كتير جدا جدا، انتوا مش متخيلين. هتلاقوها دايما معايا في الفيديوهات في الفتره الجايه. فقلت ان انا اكل الاول عشان الاوضه تعبتني جدا بصراحه، كانت متبهدله قوي. كانت الاوضه نظيفه يعني، بس كانت متكركبه، كانت كل حاجه مش في مكانها. وكمان ان انا اخرج الديكور واشيل الديكور اللي موجود ده بياخد وقت كبير، غير ان انا رتبت حاجات كتير في البيت برضو، بس انا مصورتش يعني بقيه البيت وكده. فقلت اكل بقى وبعدين نشوف هنعمل ايه. يلا بينا. اول حاجه هعملها بعد ما خلصت الاوضه ان انا هروح اخد شاور. ودي الجامب سوت كنت جايباها من بورسعيد، في الفيديو بتاع مشتريات بورسعيد مصوراه لكم. لو حابين تروحوا تشوفوا بقى الجامب سوت بشكل اوضح وسعرها وكل التفاصيل دي. هسيب لكم الفيديو في علامه الاي بعد ما تخلصوا الفيديو هنا، روحوا اتفرجوا عليه. بس فهاخد شاور طبعا، ونستعمل بقى سكين كير وهير كير والحاجات الجميله بتاعتنا دي.
وهلبس برضو اللكلوك ده او السليبر ده، هو على شكل تايجر كده، فبرضو كان حلو قوي. قلت خلاص ايه هلبسه بالمره. اهم حاجه في الحاجات دي لو احنا مش هنخرج في الاجواء يعني اللي هي دي، عايزين نحتفل مثلا باي حاجه او نتفائل باي حاجه، ان احنا ايه يبقى شكلنا حلو، ونخلي المكان اللي احنا قاعدين فيه شكله برضو جميل، علشان يعني نبدأ كده بطاقة ايجابية. فهبتدي ان انا اخد الشاور، وانتوا كمان اعملوا كده ورتبوا الاوضه بتاعتكم او رتبوا البيت بتاعكم ايا كان بقى. وهلبس دلوقتي برضو، شايفين الشراب الجميل قوي ده، كنت جايباه في المشتري بتاع بورسعيد بالصدفه، ان هو شكله على الاجواء بتاعه الكريسماس، الغزاله بقى والشكل ده بالصدفه لقيته اصلا هناك يعني وانا بشتري، وكنتش جايباه مخصوص. فقلت خلاص هلبسه مع الجامب سوت، هو حلو قوي متبطن كده من جوه، فبيدفي في الشتاء الناس اللي بتسقع. على الرغم ان احنا الجو عندنا في اسكندريه بتشتي كتير، بس الجو مش ساقعه، فاهمين يعني؟ بجد الجو مش ساقعه خالص، ما لسه ما يعتبرش لغايه دلوقتي اقدر اقول ان الشتاء بدأ. اكتبولي انتوا منين واخبار الشتاء عندكم ايه؟ لسه زي اسكندريه كده ولا بدأتوا تحسوا بالسقعه وبالبرد وكده؟ هنا بوريكوا تاني الديكور، بوريكوا تاني الشجره لان هي شكلها جميل قوي بصراحه. وعلى فكره هي عندي اصلا بقالها كذا سنه بشيلها وبطلعها كل كريسماس. حلوه قوي يا جماعه، مش شرط عشان احنا نزين نجيب حاجات مكلفه، حاجات مبالغ فيها، خصوصا لو انتي هتجيبيها في اوضتك مثلا، فهتجيبي حاجه صغيره على قدك، وهي بتتقفل كده لفوق كلها، فبتتشال بسهوله. لو حابين تشيلوها يعني في اي مكان، تحت السرير، في اي حته، بتتلم خالص كده وبتتشال. فدايما برشح لكم تعملوا كده ديكورات على حسب الاجواء اللي احنا فيها يعني. هنا هوريكم الكتب اللي انا هقراها. اول كتاب اللي تحت ده، مش عارفه ليه سرعت الفيديو في الحته دي، اللي هو ابقى قويا 365 يوم في السنه، ده حلو قوي. وكمان ليطمئن قلبي بتاع احمد ايمن، لسه هقراه، ده اللي هو ليطمئن قلبي. لكن ابقى قويا انا قريته قبل كده، قريت منه اجزاء ما كملتهوش لسه، لان هو حلو قوي. فكرته انه بيديكوا نصيحه لليوم ده، متقسم على ايام السنه، يعني يقولكوا 1 يناير 2 يناير، مديكوا نصيحه كده والهدف منها. فبصراحه حلو قوي. استنوا في الفيديوهات الجايه هوريكم بالتفصيل اكتر. وبرده انت اللي هو بتاع محمد صادق، تقريبا ده روايه. انا بحبش روايه ان انا لما اجي اقرا ان انا اقعد اقرا روايات، بس اهو تغيير يعني. لكن في الاكتر ان انا برشح لكم اقروا كتب فيها معلومات عشان تقدروا تستفيدوا يعني بالكلام اللي موجود. بعد ما خدنا بقى الشاور وكلنا وعملنا كل حاجه، طبعا لازم ناكل حاجه، ناكل حلو، ما ينفعش طبعا. فده الجلاش. هقعد بقى ايه اتسلى كده، ونشوف هنعمل بقى كوفي، هنعمل ايه بالظبط، سحلب، كاكاو، ومشروبات بقى الشتا الجميله دي. واعملوا اجواء كده عشان تعرفوا تتسلوا وتبداوا سنه جديده بتفاؤل ان شاء الله. هي زي ما قلت لكم فكره، بس ان احنا ايه مبسوطين بالسنه الجديده ب 2023، متفائلين ان شاء الله ان هي تبقى احلى باذن الله. والحمد لله على كل السنين اللي فاتت برضو كانت حلوه وكويسه، وكان في حاجات كويسه وخير يعني. ودلوقتي هبتدي اخد الفيتامينز بتاعتي، وهو ده اللي هو فيتاماكس بلس. ده فيتامين عام كده، يعني خاص بالبشرة، بالشعر، بالضوافر. هو ماكس كده حلو قوي. كنت عاملاه في فيديوهات المشتريات بتاعه حاجات الهير كير وكده، هسيب لكم الفيديو في علامه الاي. وهنا انا بتفرج على المسلسل المفضل بتاعي، وده سؤال بقى الفيديو، هختبركم وهقول لكم واسالكم ده مسلسل ايه للناس اللي بيتابعوني من الصوره دي، المفروض تعرفوا هو مسلسل ايه. هستناكم تكتبوا لي تحت في التعليقات. وخلاص يعتبر انا بخلص يومي على كده. ده شكل الديكور يعتبر بالليل، على الرغم ان انا مشغله الفلاش، كمان من غير الفلاش حلوه قوي الاضاءه والالوان، بتفرق يعني ما يكون المكان منظم وشكله حلو. هنا هحاول ان انا اقفل الفلاش واوريكم شويه شكل المكان. هو طبعا مش مدي على ضلمه قوي كده يعني، بس هو ايه مش ظاهر قوي في الفيديو، لكن حلو قوي قوي. وانا خلاص بخلص يومي،
هنا هقول الاذكار بتاعتي بتاعت قبل النوم، مهمه قوي ان انتوا تقولوها. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واستنوني فيديوهات جايه. اشوفكم في الفيديو اللي جاي. بحبكم جدا وبشكركم جدا.